صلي على النبي يا قمرية انت وهي في الكومنتات، وتعالي نعمل احلى ايس كريم في الدنيا. احنا عارفين الجو حرر وولادنا عايزين حاجة ترطب على قلبهم، واحنا كمان عايزين حاجة ترطب على قلبنا. فهنعمل ايس كريم بمكونات اقتصادية وبحاجات في قلب البيت انت مفرزاها، وبفواكه طبيعية. حاجة كده قمر، حاجة تحفة. عملنا بأطعمة كتير، هنعمل بطعم المانجا وطعم الفراولة وطعم الفانيليا. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونخش على التحضير. انا معايا هنا كوبايه البلاستيك دي، ومعايا قالب الايس كريم ده، ومعايا كوبايه لبن وكوبايه كريم شانتيه، وحطيت مكعبين تلج ورميت عليهم كوبايه اللبن وكوبايه الكريم شانتيه. وهنزل ضرب بقى. لازم اللبن يبقى ساقع يا جماعه من الفريزر. انا جايباه كنت حطيت شويه في الفريزر، وحطيت معاه مكعبين تلج كمان علشان الكريم شانتيه يمسك. ورحت نازله بباكو لبن نيدو اهو، علشان مكسبات الطعم كده يبقى طعمه تحفة. احنا نعمل حاجة صح بقى. وبعد كده هو رحت نازلة بايه بقى يا زوزو تاني؟ هنزل يا قلب زوزو بكوباية كريم شانتيه تاني، وهنزل بكوباية لبن وبكيس فانيليا. وانزلي ضرب بقى. يبقى انا حطيت كوبايتين لبن وكوبايتين كريم شانتيه وكيس فانيليا وكيس لبن نيدو. على قد المج اللي هتعملي بيه اللبن هو اللي هتعملي بيه الكريم شانتيه. طيب، وافضل بقى اضرب كده اهو يا جماعه اهو، لحد ما يديني النجاح بتاعه في الضرب، لحد ما يديني السمك اللي انتوا شايفينه ده. انا هنا بنقل حبه في بوله تانيين. ليه يا زوزو؟ عشان دول اللي هنعملهم بالمانجا يا قلب زوزو. عندي مانجا طبيعيه متلجه من الفريزر، رحت نازله بيها في البوله بتاعتي اهو على الايس كريم فانيليا. هو كده ايس كريم فانيليا. هنضيف له بقى فراوله يبقى ايس كريم بالمانجا، هنضيف له مانجا يبقى ايس كريم بالمانجا. انا اهو قطع المانجا بنزلها حته حته اهو. كان طعمه حكايه يا جماعه اقسم بالله. وبعد ما ضربتها هاخد 3 عيون من قالب الايس كريم دوت اهو، وهملاه كده اهو بالمانجا، علشان لسه ايه، هعمل التاني الباقي بالفراوله عشان نرضي جميع الاطراف. بجد الاطعمه كلها كانت تحفه بامانه. وهنا اهو كمان اهو العين التالتة بحط فيها الايس كريم بالمانجا. طيب خلاص كده. ما هو في معايا تاني هجيب بقى ايه كوبايات بتاعت الشفافة ديت اللي هي زي بتاعت الايس كريم، وهعبي فيها بقى اهو. بصوا، بصوا الجمال بقى عدى الخيال. بصوا القمر. او ده طلع كوباية ونص او كوبايتين الا كده. هعمل كوباية تالتة هزود مانجا، انا معايا مانجا تاني. وهنا هاخد حبة بقى هعمل بيهم فراولة. ادي فراولة اهي انا مفرزاها برضو متجمدة من الفريزر يا جماعة، تنزليها على طول عشان تمسك وتعمل ترابط كده مع بعضيها اهو. خدت بقية لا، فوتت حبة بالفانيليا، عملت كوباية واحدة بالفانيليا لان ناس كانت طالبة مانجا وناس طالبة فراولة. وهنا بقى بصوا الفراولة برضو كانت تحفة، كان طعمها خطير يا جماعة اقسم بالله. اما عندكيش مضرب اضربي في الخلاط. ما عندكيش خلاط بالمضرب السلك يا جماعة اليدوي، يعني شغلي نفسك، ما تعطليش نفسك على اي حاجة. المهم نفرح بيتنا وعيالنا ونعمل حاجة بنظافة. احنا عارفين احنا في الحر ده عايزين حاجة ترطب على قلبنا كده. وهنا اهو التلاتة التانيين هملاهم بقى بالفراولة. يبقى مليت في القالب بتاع الايس كريم ده 3 مانجا و3 فراولة. وهروح كمان معبية الباقي في قلب الايه، الكوبايات بتاعتي البلاستيك اللي هي عاملة زي بتاعت الايس كريم اهو. بصوا القمر بقى طلع تحفة. وطبعا هندخله الديب فريزر مش اقل من 4 5 ساعات علشان يتجمد يا جماعة ويبقى معايا ايس كريم. واللي فاضل هروح معبياه في الكوبايات بقى الباقية. ده هنا خلاص كده قلب الايس كريم فيه 3 مانجا و3 فراولة. وهنا اهو كوبايات بقى هنزل بالايه. بصوا يا جماعة قوامه قد ايه، في قطع كمان فراولة كده تحفة. وبرضو ابو مانجا كان فيه قطع مانجا عشان تحسي بالطعم الفاكهة الطبيعي في قلبيه. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. تحفه. طلعوا لي 3 مانجا و3 فراوله وكوبايه الا ربع اللي هي الفانيليا. بصوا حاجه قمر بسم الله ما شاء الله. اخدهم بقى وادخلهم ديب فريزر. هتاخديهم كده عريانين كده من غير اي حاجه؟ لا، انا هغطيهم بورق فوين يا جماعه الكوبايات ديت، لان هي ملهاش غطيان. انا شارياها من غير غطيان. بس الجيش قالك ايه اتصرفي، فاحنا هنتصرف. هروح جايبه الورق الفوين الحراري واروح مغطيه بيه الايه الكوبايات بتاعتي اهو. ادي اول كوبايه هقطع بقى حتت حتت صغيره كده على قد بق الكوبايه من فوق،
واروح مقفله اهو. بصوا اتقفلت معي، عشان ادخلها الفريزر يبقى متقفله من كل ناحيه اهو. يلا يا قمرايه انت وهي لايك وشير كتير كتير. انا شايفاكي اللي قاعده بتتفرجي وريقك جري في الحر ده على الايس كريم. قومي بسرعه اعملي لاولادك وما تكسليش، مش هتتكلفي حاجه. ما عندك كوبايه لبن اعملي بيها، عندك كوبايتين لبن اعملي بيهم، عندك حته فراوله مستخبيه في الديب فريزر، حته مانجا، احنا كلنا مخزنين الحاجات دي. اعملي وفرحي بيتك وفرحي ولادك، وحاجه كده تطري على قلبنا في الحر اللي احنا فيه ده اهو. يلا يا قمرايه لايك وشير للفيديو، وديت هغطيها البوله ديت بقى كمان اللي هي الكوبايه ديت واحطها. يبقى انا كده عندي 7 كوبايات، وقالب الايس كريم فيه 3 مانجا و3 فراوله. وهنا اهو بقى يا جماعه انا هدخله ديب فريزر مش اقل من 4 5 ساعات في الديب فريزر بتاعك عشان يتماسك ويتجمد. خلاص. طيب هنا بقى انا طلعته. بصوا الجمال، انا مش قادره اقول لكم على الجمال. تحفه تحفه، بس معلش الكاميرا مش جايباه. كان تحفه والله، يستاهل منك 1000 لايك. ده بالمانجا تحفه تحفه اهو. طيب عايزين نشوف ايه تاني. هنشوف ده بالفراوله. بصوا يا جماعه، بصوا الجمال والقوام. انا عايزه اوريكم القوام بقى. بصوا الجمال. معلش التصوير كان جاي على جنب شويه، ما كنتش واخده بالي خالص، بس بجد كان طعمه حكايه وكان ماسك بقى نفسه. ما تبصي يعني مش هتفرقيه عن الايس كريم اللي انت بتشتريه من بره خالص، وهيرجع بفواكه طبيعيه احنا عاملينها يا جماعه في بيتنا. حاجه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بصوا بصوا متماسك ازاي، تحفه. ولا الطعم كان حكايه. طيب تعالوا نشوف بقى قوالب اللي هي الايس كريم ديت. القوالب دي بقى طلعت يا جماعه ايه، عايزه اقول لكم اي كلام. جيت اطلعها مش طالعه، مش ماسكه فيها. فانا هحاول اقلبها كده اهوت بحيث ان احنا نطلع ايه اي حاجه اوريها لكم بس كده اهو. برضو مش ماسكه، هندور ما تقلقوش خليكم معايا. انا في واحده كده لقيتها بس طلعت معايا نص، بس مش حلوه القوالب. مش عارفه لما تجيب العصيان بتاعت الاستيك ديت اهي. بصوا ما مسكتش للاخر برضو دي، بس يعني كانت شغاله، كان طعمها حلو جدا برضو. المهم حاجه تفرح ولادنا وبيتنا، وما نشتريش حاجه من بره، نعمل باقل تكلفه اهو. انا خدتها بالمعلقه كده، كان طعمها جميل جدا. يلا يا قمرايه لايك وشير للفيديو، متبخليش عليا، واعملي الايس كريم على طريقتي هيعجبك جدا. حاجه موفره وحاجه بنظافه وحاجه بفواكه طبيعيه احنا عاملينها في قلب البيت. ما تنسنيش بالاشتراك يا قمرايه، ونوري لي قناتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.